السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اليوم السابع. طريقة فك التحصينة الصحيحة، الطريقة الصحيحة عشان تفك بيها التحصينة. طبعا أنا كنت عامل إظلام، ده بعد الإظلام كانت لسه بس بتقف على رجلها اهي بتفوق. إجراءات التحصينة. أول حاجة قبل ما تبدأ في التحصينة لازم يكون الكتكوت بتاعك مجهز. يعني إيه مجهز؟ يعني اليوم السادس أول 12 ساعة بتنزل فيهم غسيل كلى ومنشط كبد، آه، او قبلها تنزل غسيل كلى ومنشط كبد و12 ساعه في اليوم السادس يكون رافع مناعه زي ما انا ما عملت، او تخلي في اليوم السادس ده 12 ساعه، خد منهم 6 ساعات تحط فيهم غسيل كلى مع منشط كبد مع مضاد سموم مع رافع مناعه، بتهيئ الطائر انه هياخد تحصينه. بعد ما بتديله السوا دي باقي اليوم بتاعه بيكون ميه بيضاء. بعد الميه البيضاء بتيجي بقى وقت الاظلام اللي انت مثبته. طبعا انت بتثبت وقت اظلام من كل يوم في نفس الميعاد. يعني الاظلام بتاعك يكون كل يوم في نفس الميعاد. انا بقفل النور بتاعي الساعه 10 كل يوم، الساعه 10 بقفل النور. طبعا النهارده عملنا اظلام 4 ساعات، من بكره ان شاء الله نبتدي نعمل 12 ساعه متواصله. المهم يعني بعد ما بنعمل اظلام ونشغل النور زي ما انتم شايفين الكتاكيت كلها طالعه تبقى ايه على الميه، مفيش ميه. انا مفضي النبل قبل ما بفتح اللمبه، بروح على خط النبل من ورا كده، بفضي الميه المواسير خالص، تمام، وبهيئ نفسي ان انا هاخد تحصين. الكتاكيت هتصحى تاكل وهي عطشانه عموما يعني. يلا بقى بينا نشوف خطوات التحصين. اول حاجه عشان تكون يعني بعد ما جهزت بقى التحصينه بتاعتك الادويه وكل حاجه وطهرت النبل بتاعك 10 سم، تخلي عليه لتر ميه تغسل بيهم المواسير وبعد كده تمشي ميه بيضه، ما تخليش خل في المواسير عشان ما ياثرش على التحصينه. الوقت احنا نفك التحصينه بتاعتنا اللي هي الهيتشينر اهي. دي الهيتشينر بي 1 المصري. انا ادويتي كلها مصري يا جماعه، مفيش الا الشغل بتاع تولكا ده. بشتغل بالهيتشينر بي 1 المصري. تمنها كام؟ تمنها 90 جنيه 100 جنيه في الرينج ده. انا بجيب التحصينات كلها وبستخدمها معايا بخليها في التلاجة، وطبعا انا باخدها في تلج. طبعا فك التحصينه بتاعتنا. اجراءات بقى فك التحصينه. درجه حراره الميه طبعا تعرف الميه هنا ايه، ومعانا تلج. خليكم معايا. طبعا الجرد اللي انا بحصن فيه 12 رتل. انا بحط فيهم 10 رتل، ودي ازازه تلج. هنطلع نفضي الميه اللي فيها الاول. طبعا بعد ما فضيت الميه المتلجه هنا التلج هنا ودرجه حراره الميه بقت 18 درجه مئويه، من 18 ل 20. استاذ زي وانس استاذ الحساس بتاع السيرموستات الاس تي ال، تنزله في الميه لحد ما يقرا معاك درجه حراره من 18 ل 20. تجيب التحصينه بتاعتك، اول حاجه تشيلها البلاستيكه دي اهي. اتفضل معاك ايه؟ معدن هنا المونيا، حته المونيا كده بسيطه وتحتها كاوتشه. تقطع المعدن ده بالراحه كده من غير ما تهوي الكاوتشه كده اهي. سنتي بتيجي فين؟ بتيجي على البلاستيكه دي كده اهي كده، واسحب لتحت اهي. شايفين؟ تتقطع بكل سهوله اهي. بعد كده تسحبها كده اهي، بتتخلع دي. بتفضل معانا الكاوتشه دي. الكاوتشه دي بقى تتفتح تحت الميه، لازم يكون ايدك تحت الميه اهو. ايدي تحت الميه اهي. استنى اقلب الكاميرا اهو، ايدي تحت الميه. اشيل بقى الكاوتشه دي وايدي تحت الميه اهو كده. التحصينه اتفتحت اهي اهي. سيبها في الميه بقى ايه مع نفسها كده. كده انا فتحت التحصينه بتاعتي، معطش كل الكتاكيت مستنيه الميه، ومعطش طبعا زي ما قلت لكم. هناخد بقى طبعا بعد ما دقيقتين بالظبط بتلاقيه طلعت من الازازه. بص في الازازه كده قبل ما تطلعها تشوف فيها ايه، تحصين ولا لسه. الازازه كده خلاص ايه زي ما انتم شايفين بيضه خالص اهي، مفيهاش اي حاجه خلاص. كده احنا تحصينتنا ايه اتفكت على خير. بنقلب بقى الميه بالراحه كده عشان نتاكد ان هي وصلت لكل الميه، يعني وصلت للميه بالكامل، عشان يكون كل نقطه ميه
فيها التحصين بتاعنا. يفضل تحط 4 جرام لبن خالي الدسم لكل لتر ميه، عشان بيسرع من نشاط التحصينه، بيحس يعني يفضل يعني لكذا سبب. فانا ما عنديش لبن خالي الدسم، مش لاقيه هنا خالص، عندي انا في المحيط بتاعي مش لاقي لبن خالي الدسم خالص، عادي اشتغل من غير لبن خالي الدسم. نحط بقى الميه على البطاريه من فوق. هبتدي امشي الاول خالص ميه في المواسير، اغسل المواسير تاني بميه عشان اتاكد ان كل نبلايه وصل لها التحصينه. طبعا حطينا الجردل وفتحنا الميه في المواسير، وفضينا من ماسورتين 4 متر حوالي 2 لتر ميه هنا اهو، واتاكدنا كده ان التحصينه وصلت لكل خطوط النبل بالكامل. زي ما انتم شايفين الكتاكيت بص من العطش متجمعه على التحصينه. طبعا ال10 لتر دول اللي انا حاططهم دول ل1000 كتكوت، دول مش للكميه دي. انا فاكر التحصينه بتتفك من 10 ل 12 لتر لكل 1000 كتكوت. طيب انا حاطط 10 لتر دول ليه؟ لان انا يعني مش لسه هقسم يعني كده نص ساعه بالظبط واشيل الميه، يكون متاكد ان كله شرب، كل الكتاكيت شربت. والله هيفيد هرميه في الحمام، في العين بتاعت الحمام، في الشارع. يفضل في العين بتاع الحمام يعني، شد على السيفون لا ضرر ولا ضرار يعني. والفايض ده تحطه في شنطه وتعدمه، ده يتعدم يدفن، المهم ان هو ما يفضلش في المكان او معرض يعني للشارع او للهواء مباشر فيه، لا ضرر ولا ضرار. شايفين كل الكتاكيت مني عملت صوت ورا بالخرطوم، كلهم جريوا وراحوا المنطقه دي يشربوا. تمام. التحصينه بتاعتي كده وصلت لكل الكتاكيت النهارده اليوم السابع الساعه 4 بعد الاظلام. فكينا التحصينه في ميه درجه حرارتها 18 ل 20، فكيناها تحت الميه. يفضل معاها لبن بودره خالي الدسم. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا التحصين احنا اتكلمنا عنه كتير، وطبعا هنتكلم عنه في سلسله الامراض، هو ليه مهم. واتكلمنا عنه، هنتكلم وما زلنا هنتكلم في كل تحصينه برضو. التحصين لو انت مش محصن ولا قدر الله جالك الفيروس هيخرب بيتك. الخلاصه ومش هنتكلم كلام كتير. انا الدوره اللي فاتت الحمد لله كنت محصن، والرعايه والتهويه بتاعتي كويسه، الحراره والتهويه، فجاله جمبور الحمد لله عديت منه على خير. لو ما كنتش مطار كويس كنت اتاذيت، لو ما كنتش محصن كنت اتاذيت اكتر، لو ما كانتش رعايتي كويسه كنت اتاذيت اكتر واكتر. لكن الحمد لله عدت معانا على خير، عشان احنا بناخد بالاسباب، فربنا ادانا البركه. مش حاجه اسمها بالبركه يا عم، اقل من فرخه ما تحصنش وربنا يسترها، وبالبركه ربنا هيدي البركه للي ياخد بالاسباب. فاحنا بناخد بالاسباب ونسيب الباقي على الله. طبعا التحصين ليه دور مهم يعني، مش الادويه. يعني انا لو حرارتي مش كويسه، تهويتي مش كويسه، مش محصن، مش مطار كويس، ايا كان نوع الدواء اللي انا بديه، لو احسن دواء في العالم، احسن رافع مناعه واغلى رافع مناعه في العالم، مش هيجيب معانا اي نتيجه للفيروس. لان الفيروس ملوش علاج. علاج الفيروس الوحيد هم 5 نقاط. النقطة الأولى التطهير الكويس، النقطة التانية التطهير أثناء الدورة بعد عمر 20، النقطة التالتة التحصين، النقطة الرابعة الرعاية والتهوية والحرارة بتاعتك، الرعاية بصفة عامة يعني. النقطة الخامسة أدوية أقل في الدورة عشان ما نحملش على الاستجابة المناعية أو على كبد الطائر. فبكده أنت تضمن علاج ومكافحة للفيروسات. هو ده علاج الفيروس. انا بقول لك يعني ما بقول لك مفيش علاج للفيروس، لا هو ده علاج للفيروس. ايه الدليل؟ جال الجمهور وعالجته، مشي من غير ولا نافق. فيروس وبيموت وبيعمل جالي من غير ولا نافق. يعني انا بالنسبه لي الميكروبلازما اخطر منه او السموم الفطريه. فالخمس نقاط دول هم دول علاج الفيروس. ربنا جعل لكل ده دواء، فان شاء الله ده عرفنا دواء ايه. 5 نقاط هتمشي بيهم ان شاء الله ما تخافش من اي فيروس حتى لو كان هو ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيت اليوم هستخدم ايه بقى؟ انا هستخدم ميه بيضاء. السلام عليكم.